الخلاف يتصاعد. كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن تفاصيل أزمته مع محمد صلاح بعد تصريحات صلاح الغاضبة عقب استبعاده من مباراة ليدز يونايتد، وهو ما أدى إلى استبعاده من رحلة الفريق الأوروبية لمواجهة إنتر في دور الأبطال. الاستبعاد هو رد الفعل. أكد سلوت أن قرار استبعاد صلاح من قائمة مباراة إنتر هو رد فعل منه ومن النادي على الكلمات التي قالها اللاعب للإعلام، وقال بوضوح: يمكنكم رؤية أنه ليس هنا الآن. العلاقة لم تنهار. بعد ليدز نفى المدرب أن تكون علاقته بصلاح قد انهارت قبل مباراة ليدز، لكنه قال: كانت مفاجأة إلى حد ما بالنسبة لي عندما سمعت كلماته بعد مباراة ليدز. وأضاف أن اللاعب كان محترما جدا في التدريبات. صلاح لا يملك حق التعبير العلني. أكد سلوت أن صلاح يملك كل الحق في تكوين شعوره الحالي، ولكنه لا يملك حق مشاركة ذلك عبر الإعلام. نهاية غامضة. رفض المدرب تأكيد ما إذا كانت مباراة ليدز يونايتد هي الأخيرة لصلاح مع الفريق، قائلا: لا أعلم إذا كان صلاح قد لعب المباراة الأخيرة له معنا. لا أستطيع الإجابة عن ذلك. القوة والضعف. أكد سلوت أنه عادة أنا هادئ ومهذب، ولكن هذا لا يعني أني ضعيف. إذا قال لاعب هذا الكلام يجب أن يكون لي وللنادي رد فعل. أزمة صلاح وصلت إلى مرحلة العقاب العلني بالاستبعاد، ويبقى مصير اللاعب مع ليفربول غامضا مع رفض سلوت تأكيد مستقبله.